من لحظات تم الإعلان عن وفاة الفنان القدير سمير صبري عن عمر ناهز 85 سنة، وبعد معاناة مع المرض ومسيرة فنية طويلة ومبهجة عمرها أكتر من 59 سنة. في شهر فبراير اللي فات كان في مداخلة إنسانية من سمير صبري للإعلامي عمرو أديب، طلب فيها من الجمهور إنهم يدعوا له وإنه محتاج كل دعوة من كل الناس في صلاة الفجر، لأنه تعبان جدا ومحتاج دعمهم ووقفتهم جنبه. بعد ساعات بسيطة من المداخلة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية. مش بس كده، كمان الرئيس اتصل بيه تاني يوم عشان يطمن على صحته، وبسبب المكالمة دي معنويات سمير صبري ارتفعت جدا. صحيح إن قضاء ربنا نفذ لأن الحالة كانت صعبة جدا، بس الجميل إن سمير صبري قبل وفاته بشهور حس بوقفة بلده الكبيرة معاه وتقديرها لرمز من رموزها الفنية. بداية ظهور سمير صبري كانت بالصدفة في لقطة فيلم حكاية حب أثناء غناء عبد الحليم حافظ أغنية بحلم بيك في الشارع، ومن بعدها بدأ سمير صبري يشق طريقه في عالم الفن اللي كان بيثبت فيها من اللحظة الأولى إن شخص متعدد المواهب. اتنوعت أدواره بين الكوميديا والتراجيديا في السينما والتلفزيون، شارك في أفلام تعتبر من أيقونات السينما المصرية مثل البحث عن فضيحة وشنبه في المصيدة، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، التوت والنبوت، العيال الطيبين، الإخوة الأعداء. وفي التلفزيون شارك في مسلسلات كتيرة منها حضرة المتهم أبي، قضية رأي عام، المرافعة، كاريوكا، سامحني يا زمن، ملكة في المنفى وغيرها. خطوة الإنتاج لو عملها فنان مش منتج بتبقى محتاجة شجاعة غير عادية ومش أي حد بيقدر عليها، لكن سمير صبري المغامر بطبعه خاض هذه التجربة. أنتج 22 فيلم سينمائي وهو أكبر عدد من الأفلام ينتجه فنان. سمير قدم برضه مجموعة كبيرة من البرامج اللي حاور فيها أكبر نجوم الفن والسياسة في مصر والعالم العربي. البرامج ديت زي هذا المساء، كان يا مكان، النادي الدولي، وحاور خلالها عمالقة الفن والسياسة والأدب، ومنهم حاكم سلطنة عمان السلطان قابوس، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والعندليب عبد الحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم، ووحش الشاشة فريد شوقي، والصحفي مصطفى أمين، والأديب يوسف إدريس، والأديب توفيق الحكيم، والروائي يوسف السباعي، والملاكم الأمريكي محمد علي كلاي. سمير صبري من أكتر الممثلين اللي طرحوا ألبومات غنائية خلال مسيرته الفنية رغم عدم احترافه الكامل للغناء. من أشهر ألبوماته أبو علي، ألبوم تعالى اللي كان فيه 8 أغنيات أشهرهم أغنية سكر، وألبوم ثالث في الثمانينات كان فيه 9 أغاني. من الحاجات المعروفة عنه برضه في الوسط الفني هو حبه لمساعدة الغير في الوسط وجدعنته اللا محدودة. الفنان الراحل نور الشريف في لقاء ليه مع هالة سرحان اتكلم وقال إن سمير هو الوحيد اللي كان بيسأل عليه، وده كان في وقت بيمر فيه نور الشريف بأزمة صعبة. سمير صبري فنان شامل وموهوب، كان بيدخل كل مجال وبياخد كل خطوة وهو واثق من نجاحه فيها وبينجح فعلا. هنفضل فاكرينه وندعيله على قد حجم البهجة اللي ارتبطت بيه في أذهاننا. ربنا يرحمه ويرزقه الجنة ويصبر أسرته وكل محبيه.